بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل الخير أجر الذاكرين مكملا. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. اللهم ارزقنا حفظ كتابك الكريم، وارزقنا العمل به والتأدب به والتخلق به، وارزقنا اللهم قراءة صحيحة فصيحة كالقراءة المنقولة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، طيب نقسم حصتنا مثل العادة ل5 أجزاء. قسم نضبط في سورة الفاتحة، والقسم الثاني نشرح ما تيسر من متن الجزائرية، والقسم الثالث كذلك نضبط ما تيسر من كتاب الله، والقسم الرابع للرسم العثماني، والقسم الخامس نفتح مجال من أراد أن يسأل. طبعا اليوم إن شاء الله الحصة تكمل مع الآيات عند اللهم صل على محمد. طيب نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طب لا نطولها شوية، نطولها أكثر من لازم، مش تصير لنا ألف. آعو 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 آعو. تمام؟ طيب عيدها. آعو. لا نقص. آعو. أحسن. جيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. جيد. لكن مثل ما قلنا دائما في الحروف المكسورة ماذا نفعل؟ هذه قاعدة في كامل القرآن الكريم. أي حرف مكسور نخفض الفك السفلي. كان ما خفضناش الفك السفلي ولا ما تمتش الحرف. إذا ما خفضناش الفك السفلي فالكسرة هذه ما تمتش. والدليل على ذلك قال الإمام الطيبي رحمه الله قال فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص النظم. إذا حرف مضموم ما ضمن في شفتين ضم جيدا نقصت من قيمة الضم. قال كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصل. فكيف حركة عن الفهم؟ فالضمة نضم شفتين، في الكسرة ذو ضمن شفتين، في الكسرة دي نخفض السفلي في الفتحة نفتح دا دو دي با بو دي. أحسن. عندك الكسرات ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. الحمد لله رب العالمين. جيد ما شاء الله. جيد القراءة. بالنسبة للياء المادية من أين مخرجها؟ قلنا الياء المادية من الجوف. أنت خرجت من الجوف. العالمين خطأ. العالمين. أي حط يديك على أنفك. العالمين. أيوه. هذه سبب لك شوي. ردوا بالك. كون خالصة من الجوف. ما في من أنف نهائي. العالمين. جرب. كان ثم تسريب أو المخرج. الياء المادية جدنا به حرف الميم اللي هو في الغنة وبه حرف النون اللي في الغنة. الصوت مش واضح. هذا يصفر ولا مش واضح؟ فضل بالنا تحملنا كذلك تولينا الياء المادية لا هي مخرجة من الجوف تخرج لنا الخيشة. تفضل سعيد. الرحمن الرحيم. طيب أحسنت. بالنسبة للراء نعطيها زمن. الراء عندها زمن. أول شيء حرف الراء شديد ولا رخو؟ بين. له شديد وله رخو. أحسن. يعني يجري معه الصوت قليلا وينحبس قليلا. الله. مثل الراء الأولى مثل الراء الثانية. هذا شو يعني كلام ابن الجزري رحمه الله قال واللفظ في نظيره كمثله. هون الراء المشددة نعطيها هذا الزمن، هون الراء المشددة نعطيها هذا الزمن، نفس الزمن. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أحسن. تفضل. ملك يوم الدين. جيد ما شاء الله. جيد. شكون يكمل لنا؟ ما عندكش ملاحظات؟ الحمد لله. تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. عندي إمام جامع الصديق.
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن. تفضل اهدنا الصراط المستقيم. جيد. ملاحظتين عندك حرف اللام مرقق صحيح وحرف الطاء مفخم. تخليص المرقق من المفخم. لا نقول طو طو، نقول طل طل. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الياء التي خرجت من الخشوع. مستقيم خطأ. مستقيم. أيوة مستقيم. مستقيم. أحسنت جيد. طيب ما شاء الله. شكون اللي كان بدنا نفضل؟ وين الغيبة؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت جيد ما شاء الله. تفضل تفضل سيبك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. عندك 4 ملاحظات. طيب. أو غير الماء الميم مرققة. يعني لا نقول مر مر مر. الميم مرققة وغير مفخمة. مر مر. بالطبع اللي هي السيدة اللي هي جاوب فيها الملاحظات. نفس الشيء تخليص المرقق من المفخم. مغضوب عليهم. أيوة شميم. من أين مخرج الميم؟ الشفتين والخشوم. عليهم يعني نطبق الشفتين ونخرج الغل من الخشوم وبعد ننتقل للحرف الأول. ما نستعجلوش عليهم فقط نطبق الشفتين. لا نطبق وتخرج كذلك الغل من الخشوم. عليهم نبه عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله قال واحذر يحكي عن مين؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي للتوعية والاتحاد تعريفي. فرد بالنا. ملاحظة ثالثة حرف الضاد. حرف الضاد قلنا هو من حافظ اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا اليمنى. مغضوب ولا أحسن. الملاحظة الثالثة حرف المد. ولا الضالين. فعندنا حرف اللام مشدد. فلا بد نعطيه وزنا. لكن نقول ولا الضالين عبارة عن واحدة فننقسم لها. وبالطبع الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين. الأول ساكن والثاني متحرك. ولا الضالين